السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني كتير 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 من الفيديو اللي فات لفيديو النهارده بقى عاملين مع بعض عظمة. عاملين مع بعض ايه؟ عظمة. عملنا كيكة بالشوكولاتة جيلي الفراولة اهو يا جماعة. كيكة بالشوكولاتة بالجيلي الفراولة اهو. يلا نشوف عملنا الحلويات دي ازاي. يلا بينا. هجيب الخلاط بتاعي اهو، واحط فيه 3 بيضات اهمن 3، واحط فيه فانيليا ايا كان بقى بودره او سايله، واحط كوبايه زيت، واحط نص كوبايه ميه بدل اللبن. عايزه تحطي لبن حطي، انا هعملها المره دي بميه. وعندي كوبايه سكر التحليه اللي انت عايزاها. انا حطيت كوبايه سكر اهو، عايزاها مسكره عن كده حطي كوبايه ونص. هنضرب بقى الحاجه دي في الخلاط. واجي هنا بقى على المواد الجافه، هحط كوبايتين دقيق، ادي واحده وادي التانية، كوباية ممسوحة كده ممسوحة، وادي التانية. لازما يا جماعة انخل الدقيق بتاعي اهو، خلط اهو عشان يطلع هش معايا اهو. لازما انخله كده عشان يطلع، اتأكد ان هو هيطلع هش معايا. هحط ايه بقى؟ هحط رشة ملح، شعرة ملح كده على وش المعلقة كده، واقوم حطاها اهي رشة ملح، واقوم حاطة البيكنج باودر اهو. حطيته كله اهو. عملت كوبايتين 2 بس ايه دقيق. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها كده اهون. بعد ما ضربت المواد السائله كلها اهي في الخلاط اهي، واقلبها كده بالراحه اهي. ادوب كل بقى الدقيق ده كله، اقلبها كده بالراحه كده. وهنا هعملها في طبق اللي هو الالومنيوم ده اهو. حطيت له ماده دهنيه عادي زيه زي الصينيه بالظبط اهو، واقوم مرشرشاه بشويه دقيق عشان مش عايزه تعملي الحركه دي ما تعملهاش، بس انا بقى ايه بكون شغاله وانا في المضمون يحصل اي حاجه يلزق اهو. بس بعد ما رشرشته كده ورشيت فيه شويه دقيق كده اهو. الخليط بتاعي يا جماعه هو بسم الله ما شاء الله اهو. اللهم صل على النبي. متنسوش يا جماعه لو عجبكم الفيديو بتاعي تحطوا اللايك وتشتركوا معايا في القناه اهي. سايله اهي، ولا تقيله ولا خفيفه اهي. واقوم حطاها. وهنا اهو يا جماعه اهون، حطيت في الطبق بتاع الفويل اهون واخبطه كده في الارض عشان يطلع الهواء اللي فيه. وكذلك اهو عملت هنا برضو كمان طبقين من دول اهو. احطهم بقى في الفرن على درجه حراره 180 لمده تلت ساعه فقط بس. يلا بينا نحطهم في الفرن. وهي يا جماعه بعد ما طلعت من الفرن حطيتها وغطيت عليها، طلع طريه خالص اهي عشان غطيت عليها وهي سخنه. اول ما طلعتها هعمل بقى الحركه الايه القشطه الكدابه او الكريمه الكدابه. تعالوا نشوف هنعملها بالشوكولاته دلوقتي هنعملها ازاي. يلا بينا. اعمل بقى يا جماعه الكريمه او القشطه الكدابه اهو. معايا كوبايتين لبن اهو، انا عملتهم في حله اللبن على طول اهو. كوبايتين لبن، حطيت عليهم نص كوبايه سكر، نصها اهي ماشي. وحطيت طبعا قيمه ايه معلقتين كبار نشا اهو، معلقتين كبار نشا. هتحطي ايه تاني يا بطوط؟ طبعا انا هعملها بالشوكولاته. هحط كمان معلقتين كبار اهو كاكاو خام اهو يا جماعه اهو. اقلب بقى كل المكونات دي على البارد اهو. ما حطيتش الحله على النار اهي، حطيتها على الرخامه قدامكم اهي. هقلب بقى لحد ما المكونات دي كلها تتجانس كده مع بعضها، وهوريكم انا طلعت شكلها عامل ازاي اهي. قبل ما احطها على النار هوريكم اهي يا جماعه اهي. قلبت كل المكونات اهي على نار بارده
على الهادي خالص اهو، ما حطيتهاش على النار، لسه هاخدها اهي واروح احطها على البوتاجاز اهو يا جماعه. متنسوش يا جماعه تصلوا على النبي كده في الكومنتات وتدعوا لي كده وتكتبوا لي كومنت حلو كده من القلب اهو. واهلا بيكي يا اللي شرفتيني في قناتي الجديده، اهلا بيكي اهو يا جماعه. افضل بقى على طول ايدي ما اشيلهاش منها، افضل اقلب باستمرار باستمرار اهي اهو يا جماعه. الحله على النار اهي زي ما قلت لكم، ايدي فيها على طول اهي. ابتدت تتقل اهي يا جماعه اهي، ابتدت تتقل اهي. هفضل بقى اقلب فيها باستمرار اهي اهي يا جماعه. انا حبيت بس اوريكم الحلاوه وايه والجمال اهو اهي. قشطه دي او كريمه بالشوكولاته ولا لا اهي اهي. نكسر اللون كده في قلب الكيك اهو، جميله جدا جدا اهي يا جماعه. هسيبها بقى تهدى شويه وبعدين هنشوف هنعمل فيها ايه تاني اهو يا جماعه. الكيكه كان في حته كده واطيه، ورحت ايه حاطه لها حاجه كده عشان ايه حته كيكه كده علشان تبقى كلها سوا بعضها. واقوم حاطه بقى طبقه الايه الكريه القشطه دي اهي بعد ما هديت خالص اهي يا جماعه. اقوم يا جماعه كده ايه مسوياها كده اهي، تعمل طبقه كده في الكيك اهي يا جماعه. سهله جدا وبسيطه، وقومي اعملي في المطبخ وجربي، والجماعه المبتدئين ما يخافوش. احنا برضو كنا زيكم كده، اتعلمنا منين؟ دخلنا المطبخ بوظنا وصلحنا وكل حاجه، اتعلمنا كده واحده واحده اهو يا جماعه. عملت اهي طبقه، لسه هعمل طبقه تانية بس هفاجئكم بيها بقى، بس هسيب دي الاول كده تهدى بس اهو يا جماعه. بعد ما حطيت فيها الكريمه اهي اللي بالشوكولاته، اروح احطها بقى في التلاجة تسقع كده عشان تشد، عشان احط لها بقى طبقه الايه الجيلي اللي بالفراوله. طبعا هنا الطبق مش هيكفي احط طبقه تانية، فانا هعمل باكو واحد بس من الجيلي. انا كنت جايبه عشان اعمل باكين، فانا هعمل واحد بس علشان كده الايه البتاعه دي مش هتاخد، الصينيه دي مش هتاخد. تمام، يلا نسيبها بس شويه تستريح في التلاجة كده قيمه ساعه، وبعد كده نعمل الحاجه دي يا جماعه. نعمل الطبقه الثالثه اهو بتاعه الايه الجيلي. هي كوبايه ميه، هي كوبايه اهي مليانه ميه ونص التانية او 3/4 التانية. ليه؟ لان الباكو اصلا الباكو عليه كوبايه، فانا هعمل باكو ونص، هعمل نص التاني لان ايه الحرف بتاع الصينيه مش هياخد، فانا هعمل على القد بس وهحطه على النار اهو يا جماعه اهو. اللهم صل على النبي. الميه غليت، اول ما غليت طفيت عليها النار. ماشي، احنا متفقين هنحط ايه باكو ونص اهو. باكو اهو بحاله ونص التاني اهو اهو، واقلب. انا مطفيه النار، خلي بالكم انا مطفيه النار اهي. يا دوبك الميه بس غليت، انا بحطلوش سكر تاني. عمري ما بعمل الجيلي وازوده سكر، بسيبه بطعم السكر بتاعه اهو. ادوبه بقى واسيبه برضو يهدى شويه، مش هصبه دلوقتي على الكيكه. وكده بقى يا جماعه الجيلي اهو اهو بارد اهو. هقوم حاطاه بقى على الكيكه اهي الطبقه التالتة. بس هحطه بقى ايه بالراحه كده وفوق المعلقه، بحيث ان هو ما يعملش ايه نقره كده في الكيكه ويبقى شكلها وحش اهي. حطيتها اهي يا جماعه الطبقه التالتة، بس طبعا الطبق مش مكفي لان الطبق اتملى اهو 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 يا جماعه. الكيكه بتاعتنا بعد ما سيبناها ساعتين اهو، قطعناها سيبناها ساعتين اهو. طبقه الفراوله تحت، وطبقه الكيكه في النص، وطبقه الشوكولاته فوق اهي اهي اللي احنا عملناها القشطه الكدابه اللي بالشوكولاته اهي يا جماعه اهو يا جماعه اهو. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو اشتركوا معايا في القناه ودعموني كده وحطوا لي لايك واعملوا لي اشتراك. باي باي.